طبعا يعني هو اللي بيتفرج معانا بيتساءل دلوقتي، يعني الحياة ما طلعتش على أي حتة غير الأرض. أقول له لا، ممكن تكون طلعت في أماكن كثيرة جدا، والقرآن فيه إشارة صريحة في الحكاية دي: ومن آياته هذا خلق سعد. السماوات والأرض وما بث فيهما، يعني يلا في هذا نقطة السماوات صحيح. وفي الأرض من دابة. بس طوي يعني في السماوات دواب، دي آية صريحة. ومن سعد آياته خلق السماوات والأرض سعد وما بلبس هذا. بث جالس أقول لك فيهما توني صاحي. من دابة. فيهما يعني وش يبي منك يعني في الرجال؟ السماوات دواب، يبغاك عشان عدد إشارة على المتابعينك، إن في يعني يبغى واحد مشهور. في كواكب ما نعرفهاش، في مجموعات نجمية بعيدة. وبعدين الرجال عنده بضاعة يبغى يصرفها، وهذه فرصتك انك تصرفها على جمهورك اللي طارد وراك. هيجمع المخلوقات سعد يلا طيب خلاص، جايك يلا خليك جاهز. يلا مش بعيد، لتركبن طبقا عن طبق. مرحبا بو. شينا هذا صاحبنا اللي قلت لكم عنه. ظاهر انك جنيت علينا بمنافس جديد بالاشبه. تفوقت علي وانت ملاك، وتبي تغلبني الحين وانت شيطان. أنا ما اخترتك علشان سواد عيونك، أنا اخترتك عشان تفكيرك. حاس عندك فكرة مستقبلية، وراح أعتمد عليك في الأيام الجاية. طبعا كل شيء راح يكون عليك، وأنت تكون في الواجهة في كل شيء. ايه صار يحق لك يا ابو عم. خلاص، بما ان الحل والربط صار عندي، خلينا نضيع شوية وقت نلعب رولت. تعرفها؟ اكيد صح؟ عطني رهانك. هذا شايب كينج، وش تقول؟ كذاب.
متأكد من خطتك؟ متأكد. الممسوس ما يطلع اللي في راسه إلا موية البحر، وهذا في راسه حب منطحن، حب السطل، وأنا بقوم. فك تعرف يا حبيبي؟ خذنا والله على كتر ماسكك. اطلع نادي ناصر. وش بنسوي فيه؟ خلنا نشيله ونطشه في البحر، ندف اي سكارة ولا حبوب في جيبه، والله معاه. أقول لك الظاهر إن في واحد جالس هناك وشكله شافنا. وينه؟ هذاك هو، ما تشوفه؟ أقسم بالله لو جاب بالك فكرة إنك تقول لأحد إنك شفتنا هنا إني لا ألحق فيه، تفهم ولا لا؟ خله هذا أجبن من إنه يتكلم أساسا، حتى التفكير بالكلام ما ينتلكم. الأشكال الوسخة هذه راس مالها سقارة وتبوس يدك حتى على الفضلة اللي ترميها عليه. كيفي؟ هو أصلا في شيء بكيفي؟ ترى كلنا، أنا وأنت كلكم حطب بناره هذا ناصر. أنا وش وصلني للعيشة الذل اللي أنا فيها؟ يعني تظن إنه راح يخلص منكم حتى أنتم الاثنين وتصيروا مثلي مشردين هاربين كل يوم تدورون فيشة التراب تدورون عشان تسفون السف؟ يعني يوم انك تحذرني الحين هذا خيار لي اني اسكت؟ لا، ابشرك واحد، اكل جبن واسكت لان هي عادتي، دايم ساكت راح اتم ساكت لين ما يتحرك شيء اسمه الضمير، لان الضمير جلاد والخوف السيد. الضمير جلاد وش تقصد؟ والخوف سيد. ايش فيك؟ هنيت؟ يلعن ابو برودك يا شيخ. يا اخي ترى اللي كان مقتول ادمي ما هو كلب، ترى كان ولد عمي، ترى توك تحس إنه ولد عمك؟ ترى كان يستنجد فيني قبل لا يموت، كان يقول فارس ولد عمي. خلاص شيء وصار، الحين نبغاك تروح لناصر وتصرف بطريقتك. اي روح الله يدعمك.
تكلم تتفلسف. مين انت؟ شيطان يسأل شيطان ويقول من أنت؟ أبو ولا، أنت شيطان، وما هو أي شيطان يا أبو ولا. أنت شيطان يحتاج نهاية تليق بالخسة اللي يحملها. أبو ولا، تبي تجرب شعور الضعف، شعور الخضوع اللي تعيش فيه الناس؟ أنت الآن واقف أمامي عاجز وما أنت قادر تسوي أي شيء. هات يدك يا أبو ولا، هات يدك يا أبو ولا. أنت أيوة، شوف هذه موية نار، موية من نار عشان تطهر ذنوبك وتغسلها يا أبو ولا. وداعية يا أبو ولا، وداعية يا أبو ولا. يا آخر ليلة تجمعنا وانت شيطان، طهر ذنوبك يا أبو ولا، طهرها يا أبو ولا. ناصر ناصر ناصر، من يسمع الخوف صار يخاف، يسمع الخوف صار يخاف. من يصنع الخوف صار يخاف. ناصر، 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 ابعد عني، ابعد عني. كلكم كذابين، كلكم معي علشان فلوس، علشان فلوس. ابعد عني، ابعد عني. انتوا كلكم معي علشان فلوس، كلكم معي علشان فلوس. مات، شيطانكم مات. ليش؟ لأنه ضعيف. مات مستسلم ضعيف نكرة، لأنكم بكل بساطة ضعفاء
كل الأبجدية اللي انتم عايشينها والهيلمان والغرور، قاعدين تحوسون هذا الكون وتصنفونه على كيفكم وكأنكم انتم لوحدكم. وانتم ما انتم لوحدكم، والأحرى أنكم تسألون سؤال، تقولون هل نحن وحدنا؟ بقول لك لا، انتم مش وحدكم، في من هو يراقبكم من بعيد يكسر جدار الرابع حق غروركم ويتدخل بأدق تفاصيل حياتكم، يدخل في مسرحيتكم المليانة بالخوف والجشع والأمل والتحفيز وما 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 وما، والأمر كله كذب، يتدخل بس عشان يغير هذه اللعبة ويخليكم تنظرون للمرآة، مراياكم. عيد 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 يا عيد يا عيد، أنا عيد. أنت ما تدري إن كل كون له نظير في بعد آخر، وكل واحد منكم له نظير في مكان آخر. عيدكم جبان وعيدنا شيطان. يا منافق يا نكرة. لذلك خلني أهدي لك هدية، مصيرك تبغى تعرفه؟ ذاك الصندوق هناك، تشوف الصندوق الأسود؟ روح قوم وروح هناك ذاك الصندوق وشوف مصيرك. المدعو فارس فهد خلف، العمر 25 عام. تعترف أنك كنت شريك مع المدعو ضحيان العايد المدعو أبو وله، أنكم تشاركتم في جريمة قتل ابن عمك سعد عبد الله خلف بالتغريق ورمي جثته في البحر؟ نعم أعترف. ويظهر لنا حسب البصمات طبعا وكاميرات المراقبة أنك كنت متواجد ليلة مقتل ناصر المحمد في الشاليه واستراحته المجاورة، هل هذا صحيح؟ صحيح بس ما قتلت. طيب بما أنك كنت موجود في مكان الجريمة، ممكن تقول لنا كيف مات ناصر المحمد أو كيف قتل بالأحرى؟ فارس جاوب. والله حضرة الضابط راح تقول عني مجنون. أنا ما قتلته. طيب كيف مات؟ الجلاد، الكل لقى جزاء الجلاد. ومن هو الجلاد؟ أنا شفت قدرته تفوق على كل قدراتنا. إيش نوع القدرة اللي أنت شفتها؟ بشر يعني؟ راح تقول إني مجنون. أنا ماني مصدق للحين إني شفته.
المرايا.